السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل الكنافة بطريقة بسيطة وسهلة جدا، مش هنحتاج فرن ولا أي حاجة غير البوتاجاز بس. ويلا بينا نشوف العظمة دي هنعملها ازاي. شايفين المعلقة كده بتاخديها بتطلع لك الثلاث طبقات متماسكين مع بعض، طعم حلو منتهى الشياكة وانت بتقدميها لضيوفك. فعلا حقيقي بجد طعمها حلو جدا جدا جدا. بإذن الله جربيها على ضمانتي، هتعجب كل اللي هيدوقها. أهم حاجة تلتزمي بالخطوات اللي هنقولها والتعليمات اللي هنقولها والتكات عشان تطلعيها بالجمال ده وأحلى من كده كمان. بإذن الله هنحتاج مع بعض نص كيلو من الكنافة. لازم تكون الكنافة صغيرة مش بطولها. طيب لو أنا عندي الكنافة بطولها يعني أعمل فيها إيه؟ دخليها الفريزر كام ساعة وطلعيها فروكيها بإيديك الاتنين كده، وبعدين هتنعم معاكي بالشكل ده. وممكن في ناس بيشتروها جاهزة بالشكل ده. أهم حاجة إنك تفركيها كويس عشان تديكي الحجم ده. هنحتاج لنص كيلو الكنافة 3/4 كوباية من السمنة، ونبدأ نخلطها كويس جدا. نخلط السمنة مع الكنافة حلوة قوي لحد ما نحس إن الكنافة كلها تشبعت. ويبقى كده تمام. في المرحلة دي بقى ممكن تدخليها الفرن علشان تحمريها في الفرن، وممكن إن انت تحطيها على البوتاجاز من فوق وتقلبي فيها، هتعمل معاكي نفس الموضوع بالظبط. أنا عن نفسي هعملها فوق على البوتاجاز. يلا بينا نروح على البوتاجاز عشان نحمر الكنافة دي مع بعض. طبعًا أنتِ لازم تكون بتقلّبيها باستمرار. الموضوع هيكون مرهق شوية، يعني فعلًا حقيقي مرهق إن أنتِ تفضلي تقعدي تقلّبي فيها، بس هتدّيكِ كنافة لونها موحّد. وأهم حاجة تخلّي بالِك منها وأنتِ بتقلّبي علشان الكنافة تدّيكِ لون واحد كده لكل حبيبات الكنافة دي. طيب بالنسبة للكور الصغيّرة اللي ظاهرة من الكنافة دي بتكون كنافة واخدة رطوبة شوية. طول ما أنتِ بتقلّبي حاولي تضغطي عليها تتفتفت معاكِ، أو تستني في مرحلة معيّنة إنِّك تضغطي عليها وتفتفتيها كلها. هنشوف مع بعض. طيب هنربط الكنافة اللي حمرناها دي ازاي مع بعض. هنحتاج كوباية من السكر البودرة، كوباية من اللبن البودر، نص كوباية من المية المغلية، رشة فانيليا، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ونروح على الخلاط ننزل بالسكر. يعني كوباية السكر البودرة، كوباية الحليب البودر، معلقة الزبدة، رشة الفانيليا، نص كوباية المية المغلية، ونخلطهم كويس قوي. ده اسمه ايه اللي احنا بنعمله ده؟ اسمه الحليب المحلى المكثف. ممكن نجيبه جاهز يعني من السوبر ماركت، وممكن نعمله على ايدينا، بس الاحلى اللي بنعمله على ايدينا لان بيكون بالنسبة لنا أرخص كتير لأن سعره عالي جدًا جدًا برّه. بعد ما نحس إن كله اختلط مع بعضه، الكمية دي هتديكِ حوالي يعني كوبايتين إلا ربع بالضبط. هنشوف برضه المقدار ده هيطلّع لِك قد إيه من الحليب المُحلّى المكثف. شايفين القوام بتاعه حلو جدًا وطعمه حلو أوي، أوي، أوي. ده هنبدأ نعمل بيه إيه، ده هنربط بيه الكنافة اللي إحنا حمّرناها مع بعض. بس قبل ما أبدأ أحطه على الكنافة عشان لو عندي أي كُتل من الكنافة، شايفين الجمال؟ لو عندي أي كُتل من الكنافة لسه ما اتفركتش حلو، باجيب بقى معلقة ناشفة كده، وأبدأ إن أنا أضغط بيها على الكنافة علشان أي حبيبات موجودة معايا تتفرك وتبقى حلوة معايا بالشكل ده. أحس بقى إن الكنافة كلها ما عادش فيها أي كُتل، خلاص بابدأ أنزل بالحليب المُحلّى المكثف. ونبدأ نخلطه مع الكنافة كويس جدًا. دلوقتي هابدأ أنزل بقى بالحليب المُحلّى المكثف ده على الكنافة، وأبدأ أخلط الكنافة حلو جدًا، جدًا. نُص كيلو كنافة هياخد المقدار ده بالضبط من الحليب المحلى المكثف، مش هيفيض منه حاجة، لإن أول ما تبدئي إنِّك تخلطيها كويس وتمسكيها كده هتلاقيها بتتشكل معاكِ كده، هي تمام جدًا. هنبدأ بقى نشوف إحنا عايزين نحط الطبقة الأولى دي تحطيها في الأشكال الأطباق اللي أنا جايباها دي أطباق إكليريك كده بتتشرى جاهزة ليها أشكال كتيرة، وحابة إن أنا أوريكم الأشكال كلها. دي الأشكال اللي أنا جبتها، في منها أشكال أكتر طبعًا، بس أنا جبت لكم كذا شكل كده عشان أوريه لكم. ممكن تعملوها في كاسات، ممكن في أطباق، ممكن في صينية مثلًا على بعضها زي ما أنتِ عايزة. أهم حاجة تحطي جزء الكنافة الحشوة بتاعة الكنافة المقدار اللي يناسبِك، السمك اللي يناسبِك، وتضغطي عليها كويس جدًا بالكوباية وبإيدِك. أهم حاجة تضغطيها كويس وتسيبيها دلوقتي، ونبدأ نعمل الطبقة بتاعة الجيلي. كوبايتين من المَيّة المغلية هنحط عليهم وهُم لسه على البوتاجاز 2 من أكياس الجيلي، جيلي المانجا أو جيلي الطعم اللي تحبيه، بس المانجا حلو جدًا. ونقلبه كويس جدًا، جدًا لحد ما أحس إن الجيلي داب. 2 كيس جيلي دابوا في كوبايتين من المَيّة المغلية، أطفي عليهم وأبدأ أنزل عليهم بكوبايتين من الماء البارد وأسيب الجيلي يبرد. أهم حاجة لازم الجيلي يبرد، ما يبقاش دافي خالص، يبقى بارد، بارد، بارد. ونبدأ بقى نسيب الجيلي يبرد، ويلا بينا نعمل الكريمة. أنا جبت كيسين من الكريم شانتيه، حطيت عليهم كوباية من المَيّة المتلجة جدًا، جدًا، ولازم يكون فيها بعض كتل التلج كده علشان تعمل معاكِ كريمة تكون متماسكة ويكون حلوة. بعد ما نضرب قصدي الكريمة بالشكل الحلو ده، شايفين؟ ممكن تستبدلي المَيّة الساقعة اللي إحنا عملناها بحليب ساقع جدًا.
زي ما انت عايزه. هنبدا بقى الكنافه عندنا جاهزه، نبدا نحط الكريمه بالشكل ده. ممكن تحطي بقى الكريمه في اي كيس عندك، كيس تلاجة او كيس الحلواني، وتبداي تنزلي بيه على الكنافه بالشكل ده. وضروري جدا جدا ان احنا نساوي الكنافه في الطبق وندخلها التلاجة ضروري. وباكد لازم الكريمه دي اللي حطيناها على الكنافه لازم تدخل التلاجة وتكون ساقعه جدا. وكمان الجيلي يكون بارد خالص. شايفين انا بساوي طبقات الكنافه قصدي الكريمه، وبعدين هدخلها التلاجة. وكمان يكون الجيلي برد تماما. الجيلي لازم يكون بارد خالص، باكد علشان تطلعي شكل حلو وتطلعي حاجه كويسه. لازم الكريمه تكون ساقعه والجيلي يكون ساقع. لو قدرت تسيبيه في التلاجة شوية لحد ما يبقى ساقع، بس مش ربط ساقع بقى ساقع، اعملي كده بحيث ان انتي يبقى الجيلي ساقع والكريمة ساقعة، تحطيهم على بعض يبقى معاكي جميلة. وبعدين قطعي بقى الفاكهة اللي انتي حباها، عايزة موز، عايزة فراولة، عايزة كيوي، اي فاكهة عندك بتحبيها حطيها. وبعدين تبدأي تنزلي عليها بالجيلي زي ما اتفقنا. ده جيلي مانجا بارد جدا، وبأكد لازم يكون بارد، لأنه لو مش بارد الجيلي ده هيسيح الكريمة وهينزل للكنافة اللي تحت، هيخليها مكتومة وعاملة زي العجينة وهيبقى طعمها مش حلو. ضروري قوي تخلي بالكم من التكات دي. بعد كده بتدخليها التلاجة 3-4 ساعات، بتربط معاكي وبتطلع معاكي بالجمال ده. بأكد عليكم لازم تكون الكريمة ساقعة جدا، ولازم يكون الجيلي يكون بارد خالص. وبعدين نبدأ نحط الطبقات وندخله 3-4 ساعات في التلاجة، هيطلع معاكي بالشكل ده. طبعا نتيجة ان احنا ضغطنا الكنافة كويس جدا من تحت، لما هنيجي بقى نجيب بالمعلقة هتطلع معاكي الطبقة مش هتبقى مفرولة ولا حاجة، هتطلع معاكي متماسكة وهيكون طعمها حلو جدا، وحاجة فعلا حقيقي تشرفك في أي مناسبة. لو عندك أي ضيوف شكلا حلو وكمان طعما جميلة على ضمانتي. وثقوا في كلامي لما بقول لكم الحاجة على ضمانتي بتكون فعلا فعلا بتعجب أي حد ممكن ياكلها. سكرها مظبوط جدا، طعمها حلو قوي، شكلها كمان جميل. ودي كانت حلقتنا النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، وأقول لكم في رعاية الله، وأشوفكم في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.